السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد لينيم تيجيو رائعين غزالين بالسوريمي وبالصدر ديال الدجاج. طريقه سهله وما فيهاش مقادير بزاف، تيجيو بنانين ومقرمشين وغزالين. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا. شوفوا كيف جاو رائعين. انا من بعد ما طيبتهم في الفران تيجيو غزالين. سمعوا التقرميشه ديالهم، يا سلام، تيجيو غزالين. واحد لينيم رائعين، تيجيو رائعين وغزالين. شوف التقرميشه، يا سلام، يا اما البنه، ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله في رمضان. بسم الله على بركه الله. ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو في لينيم ديالنا. لينيم ديالنا اليوم سبيسيال، اكله واحد تعمرات للدادين وبطريقه اسيويه، شي حاجه لي زوينه. بسم الله على بركه الله. عندي هنا بورو، شديت هنا واحد 3 ديال البوروات قطعتهم، وهما وقزبر ومعدنوس، واحد معلقه كبيره قزبر ومعدنوس. عندي هنا نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، ممكن تعوضيه بلا داند اولا كفته، يعني تيبقى بالنسبه للحوم تتبقى اختياريه. انا فضلت هنايا ندير صدر ديال الدجاج، يعطي لذه بنينه مع هاد القوام اللي غادي ندير انايا. كيف ما شفتوا عندي هنايا مقطعه طريفات صغيورين، شفتوا خديتو دي بروشيط وزدت انا قطعتهم طريفات صغار. عندي هنا الشامبينيون نوار، ديجا راني غسلته مزيان. البنات هذا ضروري تغسلوه مزيان وتاكدوا منه، عرفتي علاش؟ لان فيه الحجيرات صغيورين، الا بقاو من تجيو تعضوه هكا ليني ما تلقاو حجيرات صغيورين. حاولوا تغسلوه مزيان شي 3 المرات، ديروه في الماء دافي تيطلق وقطعيه طريفات صغيورين ويتغسل ويتنشف مزيان. عندي هنا الشعريه فيرميسيل، حتى هي درتها في الماء دافي وقطعتها طريفات صغارين باش ما يبقاوش طوال. عندي هنا واحد 2 خيزوات ديجا حكيتهم في حكاكه. عندي هنا سوريمي، قطعته طريفات صغيورين، تيجي لذيذ مع هادشي اللي غادي نقدم لكم اليوم في لينيم، تيجي رائع، تعطي واحد البنه لذيذه. عندي هنا واحد السيترون عصرتها. عندي هنايا صلصه الصوجا. عندي زيت البلديه. عندي فروماج، واحد 200 غرام ديال الفرماج ديجا حكيتها. بالنسبه للتوابل عندي فلفل احمر حلو، وعندي شويه د الابزار، وعندي الكركم، وعندي سكينجبير. من الافضل الا كان عندكم سكينجبير خضر غيكون احسن. عندي هنايا هادو التوابل ديال لينيم، تيجيو رائعين، تعطيو واحد البنه. الا ما كانوش متوفرين ماشي ضروري، حنا عندنا التوابل، المطبخ المغربي عامر بالتوابل ما شاء الله، ومليحه على حسب الذوق. هنايا عندي معلقه ديال الحار، تيبقى اختياري. عندي صلصه الطماطم، عندي هنايا معلقه كبيره. عندي معلقه صغيره ديال الموطاخط. عندي 2 ديال الثومات حكيتهم. وعندي هنا معلقه زبيده. فاش غادي نشحر هي الزيت، هي وزيت البلديه. بسم الله على بركه الله. ناخذ مقيله باش نشحروا هذا الشيء كامل ديالنا. نبدا درت لينا هنا الزيته، غادي نشحروا هنايا البورو. ونضيفوا عليها لبن كيف ما قلت لكم، قطعته طريفات صغيره. نضيف معاهم التوابل اللي ذكرت، معلقه ديال الثوم، معلقه ديال الموطاخ، معلقه عندي هنايا ديال الصلصه ديال الطوماط، وهنا عندي معلقه ديال الحار، تبقى اختياري. هما اكيد التعمرات ديما تيجيو زوينين، تيجيو لذاذين بالحار، يعني تيبقى اختياري، الذوق تيبقى اختياري. تيبغي يفضل الحار، ما تيبغيش يدير الحار ما يديرش. هنايا غنضيف التوابل اللي ذكرت معكم كاملين، فلفل احمر، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم، ومليح على حسب الذوق. وكيف ما قلت لكم التوابل ديال لينين تيجيو رائعين، تيعطيو واحد البنه. عندي
درنا واحد السيترون عصير ديال الحامض، نخليو هادشي يتشحر كامل ويطيب على المهل. واي حاجه شحرنا غادي نصفيوها باش ما يبقاش لينا الماء في اللينين ديالنا، لان الماء تيخسر اللينين. بعد ما طاب علينا هادشي ديروه هنايا فشي بول، عاد نديرو شي صفايه باش نسقطر هاد المريقه كامله، ونخليو المقيله ديالنا نزيدو عليها معلقه ديال الزبده باش نشحرو فيها الشعريه الصينيه وهاد الخيزو اللي باقي عندنا. نحط فيها الجزر، يتحط باش يطلق الجزر ديالنا ميبقاش شاد راسو، يجي مطلوق. ومن بعد نزيدو عليه شامبينيون نوار والشعريه الصينيه ديالنا. بعد ما الجزر ديالنا طلق نزيدو عليه لي شامبينيون حتى هما نشحروهم شويه، وكذلك الشعريه الصينيه، باش اي حاجه عندنا تنشف من داك الماء اللي كاين فيها. كما كتشوفوا الجزر ديالنا مشى طاب، خليهم غير ينشفوا شي شويه ونحيدهم من على النار. درجه انا دايره مهيله ناقصه عليهم. هاد الحشوه تتجي رائعه ولذيذه، وتنبقاو نحتفظوا على اي حاجه شحرناها بوحديتها تنحتفظوا على البنه ديالها. كذلك ما كثرناش فيها الخضر باش نحسوا باي حاجه الطعم ديالها تنحسوا به ما تكونوش ناكلوها. شوفوا غادي طالعه واحد الريحه غزاله ديال داك الشموله اللي درنا، ديال داك الثوم وديال الزيت، طالعه ريحه رائعه. نتمنى انكم تجربوا هاد اللينين وتردوا علينا الاخبار شي تعليق زوين. من بعد ما طوينا على الشامبينيون والجزر ديالنا والشعريه الصينيه غنضيفوا هذا الشيء الصدر ديال الدجاج ديالنا اللي شحرنا مع جميع التوابل. الحاجه اللي غادي نزيد في هذه الحشوه هذه هو السيريمي، كما قلت لكم قطعته طريفات صغيورين. وغنزيد شويه ديال لاصوص الصوجا، تعطي واحد البنه واحد الحموضه. ما نكثروش الملحه لان ديجا لاصوص تكون مالحه. وعندي هنا الفرomاج، نحاول نخلط كل شيء. انا غادي نخلط كل شيء. غادي طالعه واحد الريحه يا سلام، حشوه رائعه ومغايره، شي حاجه مغايره. كما قلت لكم هذه الحشوه تجي رائعه، علاش؟ لان ما كثرناش فيها الخضر وتنحافظوا على اي نسمه ديال الخضره اللي غادي نديروهم في الحشوات. حاولوا البنات ما تكثروش الخضر في اي حشوه بغيتو ديروها، تبقى اختياري، لان كنصيحه مني باش اي حشوه كليتيها اي لينيم اي حاجه تتبني هذاك
الخضره اللي انت دايره. اما الا خلطتو كثير ديال مثلا الفلفله مع خيزو مع القرعه ما تبقاش البنه بزاف، ما تبقايش تعرفي شنو تتلدي. هاد الحشوه تجي رائعه صراحه. دابا انا تنخلط طالعه واحد الريحه يا سلام. يجيو شي ليمين بنانين ما شاء الله. غنخليهم دابا غنبداو يتسقطوا شي شويه باش الا كان شي صوص ولا شي حاجه تخرج باش ما يفزقوش لينا الليمين ديالنا ميجيوناش فازقين. بالنسبه للحشوه ديالنا هي هذه، من بعد ما تقطرات لينا كانت واجده هي هذه. وهنايا وجدت شويه ديال الزبده ذوبتها مع شويه ديال الزيت، وهنا شويه ديال الطحين مع شويه ديال الماء باش نسدو لينيم ديالنا. وبالنسبه للورقه انا فضلت هنا ناخذ الورقه صغيره كيف ما شفتوا باش نخدموه بوحده بلا ما نقطعوا ما والو، تتجي زوينه. خذوها موين، ماشي الورقه الكبيره اللي تنديروا ديال البسطيله، هذه راه غير موين. بسم الله على بركه الله ندوزو نقدموا لينيم ديالنا نصايبوهم معكم. بسم الله. اول حاجه ديما نسقيو الورقه باش تكون الورقه ما ناشفاش هكا. الجهه الحرشه تنديروها لداخل والجهه الرطبه تنديروها على برا. شوفوا كيف تكون الورقه صغيره تساعدك في الخدمه. تنشدوها الطريف الفوقاني تنطويه بحال هكا. ناخذوا الحشوه. انا دايره لينيم كبار، ممكن ديريهم صغيورين، انا درتهم كبارين شويه. ونطويو الجوانب بهذه الطريقه. نديرو شويه ديال الطحين هنايا اولا البياض البيض كيبقى اختياري باش تسقي الليم ديالك. ندير هكا نحاول نجمع مزيان والليم ديالنا تتكون واجده ولصقه. تجي بهذه الطريقه ساهلين حتى في الخدمه، تيدك دغيا تخدميهم زعما ساهلين ما فيهم تياخذوش اليد بزاف. ديما انا تنهز الورقه ديالي وتنسقيها باش الورقه تجي من السما. ملي تدخلوهم في الفران تطلق هذيك الزبده اللي دام ديالها. شكرا نسرع الورقه. من الاحسن الورقه خذوها النهار اللي تبغيو تخدموا، يعني الساعه فيها تمشيو تاخذوها وتجيو تخدموا بها، ما تخليوهاش تبات باش الورقه تساعدكم في الخدمه. شتي كتلعب في الورقه كيف ما بغيت. ديروا هكذا، طويوها الطويه بحال هكا من هنا من الفوق. ونديروا الحشوه ديالنا يجيو ساهلين وبنان ولذاذين في نفس الوقت. ونطويو الجوانب. نديرو شويه ديال الطحين ونحاول نجمع بحال هكا ولا تنجمع بالصبعان ديالي. ها شفتوا ساهلين لا في الخدمه ولا في اي حاجه، تيجيو رائعين. وانا غنمشي هكذا حتى نسالو نوريكم النهايه ديال الحشوه ديالنا شحال خرجت لينا. ونشوفوا الطبق النهائي. من بعد ما لفينا لينيم ديالنا وما هادو دابا غادي نخشيو في الفران. بالنسبه للينيم اللي غادي نخلي نحتفظ بهم في الكونجيلاتور ما درتش كميه كثيره باش نوعوا. دار الانسان خصو ينوع، ماشي غادي تاكلي حاجه وحده ديري منها بزاف. درت غير يعني داكشي محدود. انا درتهم هنا في هاد لي بواط هادو جو طابل. تجبدي غير الكميه اللي غادي كافكار، تجبدي الكميه اللي غادي تستهلكي صافي. ما تبقايش تجبدي في دي بواط هكا كبارين تبقاي تقسمي تخسريهم. وتقسموهم هكا بالبلاستيك غذائي هكذا، تقسميهم ديري طبقات وتبقاي تقسمي، يا اما تلفي كل وحده بوحديتها تيبقى لك اختيار. انا درتهم هكا طبقات كيف ما شفتوا هكا ولفيت عليهم.
هادو غادي نديرهم في كونجيلاتور، ولكن اكيد ما غاديش نخليهم شهر كامل، نستهلكوهم قبل يعني من الشهر باش تبقى الحاجه فيها البنه. كنت ما خليتو حاجه في كونجيلاتور بزاف كنت ما تبقاش عندها البنه وما تبقاش اصلا صحيه.